بالكاف. اليوم هي علاقة عضوية أيضا. يجب يعني اليوم الفيدرالية الجزائرية لكرة القدم وإدارة اتحاد العاصمة لا تنتظر أي شيء من الكاف سوى تلك المراسلة التي توضح فيها بالتفصيل كيفية اعتمادها على اتخاذ هذا القرار أو ذاك. لأنه في نهاية المطاف اليوم الفيدرالية الجزائرية لكرة القدم اتجهت إلى الطاس، وعندما نتجه إلى أي محكمة نحن نذهب إلى تأسيس ذلك الملف الذي يؤهلنا لتأسيس القضية بمعطيات قانونية جد مفصلة. لذلك نحن لا ننتظر أي شيء من قرارات الكاف سوى إعطائنا تلك القوانين التي استندت عليها، وهي تحكم لنهضة بركان بالفوز بالمباراتين ذهابا وإيابا بثلاثية نظيفة. سوف ربما يتأخر في الرد على الطاس إلى غاية أن تنطلق على الأقل يلعب بالوقت يلعب بالوقت على الأقل ينطلق لقاء الذهاب النهائي في الكاف. لذلك نحن عندما رفعنا هذه القضية إلى الطاس نحن اليوم طوينا ملف السكوت، وطوينا ملف الخنوع، وطوينا ملف لا يجب أن نتحدث ولا يجب أن نندد وما إلى ذلك من تلك الأسطوانات الكثيرة والمتعددة والمختلفة والمتنوعة التي كنا نسمعها هنا في الجزائر، ولا أتحدث على بقية الدول الإفريقية. كنا هنا في الجزائر لم نتحد بعد حول قضية معينة، وهي ضرورة التنديد بالحجرة الإفريقية تجاه الكرة الجزائرية. اليوم بعدما قطعنا هذا الشوط وطوينا هذه الصفحة، اليوم فتحنا جبهة مع هذه الهيئة. كل أعضاء المكتب التنفيذي للكاف سوف يضعون الجزائر صوب أعينهم. يفهمنا ربما ضعاف الفهم. أنا لم أتحدث ولن أتحدث على ضرورة أن بقية الفرق الجزائرية أو المنتخب الوطني سوف تسلط عليه عقوبات من الكاف انطلاقا من قضية الاتحاد. أبدا، نحن لم نتحدث بهذا المنطق يا عماد. أنا قلت بأننا ما دمنا فتحنا جبهة الصراع القانوني مع الكاف لننتظر الويلين، ليس من منطلق أننا سوف تسلط علينا عقوبات. أبدا، سوف تنتظرنا هذه الهيئة ومكتبها التنفيذي المختطف في أول منعرج لأي ممثل جزائري سواء المنتخب أو الأندية الجزائرية، وسوف يتلاعبون بالقوانين. ليس هذه المرة الأقمصة والخرائط الوهمية، سوف يتلاعبون معنا مثل ما تلاعبوا خلال السنتين الأخيرتين أو الثلاث سنوات الأخيرة. عندما يضعون لك حكم غير نزيه لن تستطيع الذهاب إلى الطاس، وسوف تنهزم وتقصى بطرق رياضية غير نزيهة. هذا ما كنت يعني أركز عليه في كل التدخلات. واضح فريد الأمين. أمين، الغريب في الأمر أن الكاف لم تغير طريقة خطاباتها مع اتحاد العاصمة. في كل مرة تتخذ قرار بمعاقبة هذا الفريق دون توضيح قانوني أو دون يعني توضيح على ماذا استندت حتى تعاقب اتحاد العاصمة. وهو ما يؤكد أمين مرة أخرى أن الأمور باتت مفضوحة، وأن الجامعة المغربية حسب رأيي ستدخل هيئة الكاف في متاهة حقيقية ولو على بعد سنوات قليلة. أكيد زميلي عماد، من بين الأمور الملاحظة في بيان الكاف في مباراة الذهاب ومباراة الإياب لحساب نصف نهائي كأس الكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم هو أن الكاف لم تستند لأي سند قانوني في عقوبتها التي أقرت بخسارة اتحاد العاصمة ذهابا وإيابا. ولكن زميلي عماد، في كل هذه القضية من بين الأمور الإيجابية التي استفدنا منها نحن كاتحاد جزائري هو أننا كشفنا على هيئة فاسدة ظالمة، وهي هيئة الكاف التي كما قلت لك عماد لم تستند لأي سند قانوني. وحتى عندما أرسلت اتحاد العاصمة للكاف وقالت لها على أي أساس تم استناد وإقرار خسارة اتحاد العاصمة ب3 أهداف مقابل 0، الكاف لم ترد بخصوص هذا الأمر. وهذا ما يؤكد أن قرارات الكاف كلها قرارات ظالمة ومستبدة. الوقت بالكاف اليوم هي علاقة عضوية أيضا. يجب يعني اليوم الفيدرالية الجزائرية لكرة القدم وإدارة اتحاد العاصمة لا تنتظر أي شيء من الكاف سوى تلك المراسلة التي توضح فيها
بالتفصيل كيفية اعتمادها على اتخاذ هذا القرار أو ذاك، لأنه في نهاية المطاف اليوم الفيدرالية الجزائرية لكرة القدم اتجهت إلى الطاس، وعندما نتجه إلى أي محكمة نحن نذهب إلى تأسيس ذلك الملف الذي يؤهلنا لتأسيس القضية بمعطيات قانونية جد مفصلة. لذلك نحن لا ننتظر أي شيء من قرارات الكاف سوى إعطائنا تلك القوانين التي استندت عليها، وهي تحكم لنهضة بركان بالفوز بالمباراتين ذهابا وإيابا بثلاثية نظيفة. لذلك لا دهشة في قرارات الكاف. نحن نؤكد بأننا ننتظر من هذه الهيئة القارية أن تمدنا بما يخدمنا في تكوين ذلك الملف للذهاب به إلى المحكمة الرياضية والفصل في هذه القضية. الأكيد أن فوز الاتحاد من عدمه لا يتوقف على اعتمادنا على هذه القضية، لأننا اليوم فتحنا مثل ما قلنا في الحصة الماضية، فتحنا جبهة قانونية مع هذه الهيئة الجائرة المختطفة، ونحن لا نريد شيء من الكهف سوى تزويدنا بكل تلك المعطيات القانونية حتى يكون الملف الذي نتقدم به مؤسس بطريقة جد قانونية للتذكير فقط وللتعريف، لكي لا يذهب الجمهور الرياضي، لأنه في نهاية المطاف هذه الحصص الرياضية التي نصورها هي ثقافة عامة لكل هؤلاء. هيئة الطاس يا عماد هي هيئة مستقلة تأسست في 1984، تضم حوالي 300 حكم من مختلف الجنسيات، وتضم إلى حد الآن 80 دولة من مختلف القارات. هذه الهيئة تمتلك صفة قانونية مثل المحاكم المدنية، قراراتها ملزمة وغير قابلة للطعن. لذلك نحن عندما نحتكم إلى أي خلاف في قضية رياضية نعود إلى هؤلاء الحكام. طريقة عمل هذه الهيئة هناك طريقتين: إما أن نحتكم إلى حكم واحد يكون بمثابة القاضي الفاصل، أو 3 حكام. قضية الاتحاد ذهبنا فيها إلى تعيين حكم واحد وهو القاضي الذي يعلن على الحكم النهائي بالنسبة لهذه القضية. قانونا الهيئة تصدر قوانينها وفق قانون داخلي تم سنه منذ سنوات، يمتد دراسة والإعلان على الحكم بين 6 أشهر وعام، لكن في القضايا الاستعجالية لم يحدد القانون مدة إصدار الحكم. لذلك نحن اليوم أمام إشكال قانوني حتى في الطاس. لماذا؟ لأن هيئة الكهف ذهبت وسارعت في تحديد تاريخي النهائي بين الزمالك ونهضة بركان، أظن 12 و18 أو 19. لذلك على الفاف 13 و19 13 او 12 و 19 او 13 و 19. المهم على الفاف ان تلزم الطاس بضروره الاسراع في الاعلان على الحكم سواء لنا او ضدنا، لا يهم الامر، لان في نهايه المطاف نحن لا ننتظر الكثير من هذا الحكم على الناحيه الرياضيه. اليوم الهيئة لماذا لا ننتظر الكثير؟ نحن حاربنا وأسسنا جيش من المحامين وما إلى ذلك، ثم لا يهمنا قرار طاس. لا يهمنا قرار طاس لأن الأمور وهي في عجالة لا تستطيع. ربما اليوم الطاس سوف تراسل الكاف والكاف سوف ترد على الطاس، وما دام الكاف مختطف سوف ربما يتأخر في الرد على الطاس إلى غاية أن تنطلق على الأقل يلعب بالوقت. عندما رفعنا هذه القضية إلى الطاس نحن اليوم طوينا ملف السكوت، وطوينا ملف الخنوع، وطوينا ملف لا يجب أن نتحدث ولا يجب أن نندد وما إلى ذلك من تلك الأسطوانات الكثيرة والمتعددة.
هذه الهيئة كل أعضاء المكتب التنفيذي للكاف سوف يضعون الجزائر صوب أعينهم في قادم الاستحقاقات. صحيح. وعندما أتحدث على هذا الأمر حتى لا يفهمنا ربما ضعاف الفهم، أنا لم أتحدث ولن أتحدث على ضرورة أن بقية الفرق الجزائرية أو المنتخب الوطني سوف تسلط عليه عقوبات من الكاف انطلاقا من قضية الاتحاد. أبدا، نحن لم نتحدث بهذا المنطق يا عماد. أنا قلت بأننا ما دمنا فتحنا جبهة الصراع القانوني مع الكاف لننتظر الويلين، ليس من منطلق أننا سوف تسلط علينا عقوبات. أبدا، سوف تنتظرنا هذه الهيئة ومكتبها التنفيذي المختطف في أول منعرج لأي ممثل جزائري سواء المنتخب أو الأندية الجزائرية، وسوف يتلاعبون بالقوانين. ليس هذه المرة الأقمصة والخرائط الوهمية، سوف يتلاعبون معنا مثل ما تلاعبوا خلال السنتين الأخيرتين أو الثلاث سنوات الأخيرة. عندما يضعون لك حكم غير نزيه لن تستطيع الذهاب إلى الطاس، وسوف تنهزم وتقصى